سلامات سلامات سلامات. الاهلي والمصري اخوات حتى الممات. كفايه بقى، فاهم؟ خلاص زهقنا تعصب واحتقان وفتن. لحد امتى؟ ها؟ لحد امتى هنفضل نكره بعض ونشتم في بعض، سواء جمهور الاهلي ولا المصري ولا زمالك ولا اسماعيلي؟ لحد امتى؟ كفايه بقى. انا زهقت، انا واحد من الناس زهقت، واكيد انتوا زهقتوا. ما نعيش بقى في سلام وفي امان. كلنا مصريين، اهلي ايه وزمالك ايه واسماعيلي ايه ومصر ايه واهلي ايه؟ كلنا مصريين تحت سماء وطن واحد وهي مصر. كفايه. لا للتعصب لا للفتنه، نشجع باحترام، نشجع فريقنا باحترام. ولو المصري شتم الاهلي شتم، ولو مات حد من جماهير الاهلي المصري برضه عندهم ناس ماتوا. بس مفيش، انا زعلان من كلمه عندنا وعندهم. كلنا مصريين، كلنا مصريين تحت سماء وطن واحد وهي مصر، وتحيا مصر. كفايه. مش عايزين ندي فرصه لحد ولا ندس ورا حد شغله الشاغل بيتغذى ويستلذ بالفتن وان يوقع الدنيا ببعضها. شجع فريقك باحترام، انا اشجع فريقي باحترام. انتقدني باحترام، انتقدك باحترام، نقد بناء. وانت كاعلامي شفت حد غلط من النادي المصري اطلع انتقده، حقك. ولو شفت حد من فريقك اللي انت بتشجعه سواء اهلي او زمالك غلط اطلع انتقده، حقك، وده الصح. لو حد غلط يتعاقب ونقول انت غلطت. انا اهلاوي اعلامي اهو، اقول انا عندي، انا بنتمي للنادي الاهلي، وفي ناس من الجمهور شتمت بعض الجماهير مثلا، وليكن النادي المصري اسماعيلي اتحاد، وده غلط وده ما ينفعش ان هو يتعمل. تطلع تنتقد حتى لو انت اهلاوي. عملوا حاجه صح امدح، واحنا كجمهور النادي المصري عملنا حاجه غلط تطلع، بس من غير ما تقول، من غير ما تشد فتيل. حاجات خلاص عدت راحت، ملهاش لازمه ان احنا نتكلم فيها. سواء شتمنا ما شتمناش، الاهلي شتم وزمالك شتم، كل احنا بشر وده كله غلط. بس ما دام انت هتمدح امدح الكل، لو انت هتنتقد انتقد الكل. مش عشان انا اهلاوي وشفت جمهوري عمل حاجه غلط فانا اعديها، وعشان انا مش مصراوي او مش بورسعيدي فانا شفت النادي المصري غلط لا فانا اتكلم وهاجم. ما الاهلي شتم كتير. حضرتك ما اتكلمتش ليه يا كابتن احمد؟ يا كابتن احمد يا شوبير يا ميدو؟ مش معنى دي، مش عايزين ده. ننتقد الكل، نمدح الكل. ساعتها احنا مش هنتكلم ولا جمهور الاهلي هيتكلم، لان كله بيتمدح فيه ماشيين زي الفل. ده غلط بننتقده زي الفل. فلما حد هينتقدنا احنا كجمهور النادي المصري حتى لو غلطنا تمام، بنغلط، وجمهور الاهلي بيغلط والزمالك، كلنا بشر بنغلط، مش معصومين من الخطا. بس كفايه. الواحد زهق من الشتيمه وقله الادب. نحب بعض بقى، كفايه بقى، كفايه. واحد زهق. تحياتي لجمهور النادي الاهلي، تحياتي لمؤسسه النادي الاهلي، تحياتي لرموز النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي، اخواتنا وحبايبنا. والله يرحم شهداء النادي الاهلي ويرحم شهداء النادي المصري ويرحم شهداء نادي الزمالك. وانا حزين وانا بقول شهداء الاهلي والزمالك. كلنا اساسا تحت سماء وطن واحد وهي مصر. كلنا مصريين. حرام حرام. كفايه بقى يعني، لا للفتنه لا للتعصب. خلاص عايزين بقى ايه؟ الاحتقان ده بقى يتزال. عايزين نشجع بادب وباحترام. نفسي والجماهير ترجع تاني زي زمان ويبقى في بيننا حب واحترام متبادل. انا نفسي، اقسم بالله انا بحلم باليوم ده. كده كفايه. جماهير النادي الاهلي المحترمه على دماغنا، وجماهير نادي الزمالك المحترم على دماغنا، وجماهير نادي الاسماعيلي المحترم على دماغنا. كلنا انديه شعبيه جماهيريه. نحترم بعض، نحط ايدينا في ايد بعض لمصلحه الكره المصريه. كله في الاخر هيصب لمصلحه منتخب مصر. بس نحب بعض. اتمنى